بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخواني الأعزاء، أخواتي الأعزات، والله العظيم إن قدام عمل لا يعلم به الله الجمال في هذا المكان، وعلى خط سريع زي ما انتم شايفين، خط سريع. والله العظيم هذا الرجل أسأل الله القدير رب العرش الكريم مثل ما فعل هذا أن الله يريده حوض نبيه صلى الله عليه وسلم. يا أخوان، هذا الرجل مفتكر افتكار جميل جدا، وهو عمل 4 أزيار على ماء، على صحراء ملبسها بالخياش، يشرب منها الإنسان ويشرب منها الطير. والله يا أخوان عمل لا يعلم به الله عظيم، يؤجر عليه بإذن الله تعالى. يا أخوان، هذا الرجل جزاه الله خير صمم حاجة تشرب منها الحيوانات والطيور والإنسان، لا فيها كهرباء ولا شيء. يشهد الله أني شربت منها باردا باردا باردا. والله يا أخوان أنه عمل جيد، وأسأل الله أن يثبت هذا الرجل، ونتمنى من الناس اللي يشوفون هذا الفيديو يا أخوان أن يقومون بما قام به الرجل هذا مسوي على خط سريع، لا توجد كهرباء، ولكن يشهد الله أن هذا ماء بارد بارد بمعنى الكلمة وجميل. سبحان الله العظيم. وهذا الرجل كاتب واتسابه جزاه الله خير، للواحد ياخذ فكرة عن هذا المكان. والله يا اخوان زي ما انتم شايفين مسوي مواسير من الداخل، منزلها على ازيار بعوامات، وبعد ما تخلص الزير ينقط الزير في تحت زي ما انتم شايفين، ينزل على البزبوز، ينزل على الماء الحوض الخارجي. واذا بغيت تشرب من هنا، تفك وتشرب ويرجع زي ما كان زي ما انتم شايفين. والله يا اخوان انه عمل جيد، واسال الله القدير ان يثب هذا الرجل. ونتمنى من الاخوان والاخوات الذين يمتازون بفورة بتوفير من المال ان يعملوا هذه المشاريع الجميلة التي تؤجر عند الله سبحانه وتعالى بها. فنسأل الله القدير رب العرش الكريم أن ييسر أمر كل من نشر هذا الواتساب، ويجعل مثواه الجنة، ويجعل يعينه على طاعته ومرضاته، ويصلح له ذريته، ويبارك له في رزقه. أخوكم في الله حسن السندي من حفر الباطن، وهذا تقريري. والله يعلم أني حبيت هذا المشروع، وأسأل الله أن ييسر الأمر إليه ولنشره. وأتمنى من الأخوان